اجيال متفوقه فقط. حضرتك فاهم غلط. لا تدير التربيه والتعليم بالعقليه الاقتصاديه، تدير التربيه والتعليم بالعقليه التربويه. ربي اجيال يا فندم، ربي اجيال. المدرسين والمدرسات اللي بيجيدوا اللغه الفرنسيه اللي حضرتك، مش هقول قفلت بيوتهم، هقول اهملتهم، قعدتهم في بيوتهم، قطعت عليهم كافه المصادر اللي بتدخل لهم انهم يعيشوا. حضرتك مين يتحمل مسؤوليته؟ حضرتك احنا في وقت، في مرحله دلوقتي محتاجين ان احنا نتكاتف جميعا. جميعا لازم نحس بانتمائنا للبلد بتاعتنا. انتمي لبلدي عشان بلدي تديني حقي، انتمي لبلدي عشان ادي لبلدي حقي. يا فندم، اعيد النظر تاني في اعاده اللغه الفرنسيه. تعالى حتى لو اتكلمنا على الجغرافيا والتاريخ، حضرتك شلت الجغرافيا والتاريخ من المناهج ليه؟ هتطلع الجيل تقول له حدود مصر فين؟ مع رفح. حدود الدوله الفلسطينيه فين؟ حدود الدوله الاسرائيليه فين؟ الدول التابعه لامريكا فين؟ حضرتك هتقدر ترسم الخريطه بتاعه الجغرافيا للاجيال اللي جايه ازاي كنا احنا ما بنعلمهمش؟ احنا رفعنا رفعنا الجغرافيا ورفعنا التاريخ. مين هيدرس التاريخ للاجيال يعلمهم؟ احنا محتاجين نعرف الهويه بتاعتنا. محتاجين الاجيال اللي جايه دي محتاجه تعرف ايه اللي حصل في 73، ايه اللي حصل في 67، مين اللي خلنا في 56، مين اللي خلنا في 73، مين اللي خلنا مين هي الدوله العثمانيه، مين الاتراك، مين التاريخ بتاع الاندلس، التاريخ بتاع الدول الاسلاميه. حضرتك بتمحي شيء مهم جدا. ان لم يكن لنا ماضي فليس لنا حاضر. التاريخ والجغرافيا يا فندم، اللغه الفرنسيه يا فندم. عيد الحاجات ديت، عيد الحاجات دي للتربيه والتعليم تاني. احنا مش عايزين نفتح مجال اكتر من كده. انا لو فتحت مع حضرتك وفتحت مع حضراتكم مجال للحديث باوسع من كده، الفتره اللي احنا فيها مش محتاجه الكلام بالطريقه دي. عندي كلام كتير جدا ممكن اقوله لك، عندي حاجات ممكن احط لك تحتها خطوط حمراء كتير، لكن احنا مش عايزين نحط الخطوط الحمراء ديت في المرحله اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. حضرتك احنا محتاجين نجمع بعض. حضرتك جمع التربيه والتعليم، جمع اسره التربيه والتعليم، جمعها وحدها. اتعامل مع التربيه والتعليم بالعقل التربوي وليس بالعقل الاقتصادي. تعامل مع التربيه والتعليم بالعقل الانساني. بص للمدرسين والمدرسات بشكل فيه انسانيه. بص للاجيال اللي جايه، ان احنا محتاجين الاجيال اللي جايه ديت انها تفهم يعني ايه تاريخ، تفهم يعني ايه جغرافيا وحدودنا وحدود بلدنا والوطن العربي، ايه اللي لنا وايه اللي علينا. محتاجين اللغات الثانيه، محتاجين اللغه الفرنسيه ترجع تاني، واللغه الالمانيه. ايه اللي يمنع ان احنا ندخل لغات ويدخل الطالب يختار عايز تدرس تبقى الماده بتاعتك ايه؟ اللغه الانجليزيه، اديله اللغه الانجليزيه تبقى الماده الاساسيه بتاعته. طيب ممكن ياخد معاه ماده ثانيه، انا عايز اخد الفرنسيه معاه، خد الفرنسيه معاه. لا عايز اخد الالمانيه، خد